السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشاب سوري اسمه سامر عبد العزيز. لم أعرفه من قبل ولم أتواصل معه حتى الآن، ولكنه رأى أنني أدافع عن المظلومين، وعندما رآني مظلوما قرر أن يدافع عني. شاهد فيديو للإماراتي طارق المحياس وهو يشتمني ويشتم أهلي، فلم يسكت وقرر أن يرد علي. جرحنا واحد أخي سامر، ولا يشعر بالجرح إلا من به ألم. شاهدوا ماذا قال أخي سامر. بلال محمد عبد العال طفل فلسطيني من غزة، عمره 13 سنة. هال 13 سنة أشرف وأجرأ وأحسن من مليون رجل ليطلع ويحكي ويفضح حكام العرب يلي عم تأجرم وتقتل باسم الإسلام. هذا الطفل رغم صغر سنه وكبر عقله وحكيه هز أشخاص بعمر 30 سنة لتطلع تسبه وتهدده وتحكي عليه. هو بذيء وقح، يعني يدعي انه مسلم وانه طفل وناصرونه وما ادري كيف، لكنه كلب ابن 60 كلب. تعرف مين الكلب؟ الكلب يلي بيطلع ببوس صرامي ليطلع له مصاري بآخر النهار وبآخر اليوم. لو فرضنا مجرد فرضية ان هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ويلبس هذا النعال، تعرف انا كمواطن اماراتي شو اسوي؟ انا اقبل نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظه وديمه تاج على راسي. طبعا بتبوسه لانك ولدت وكبرت وتعلمت وعشت على هذا الشيء، على انك تبوس الصرامي وتحطه على راسك. هذا الشخص عمره 30 سنة او 28 سنة طلع كتب وصور ومنتج وتعذب بالفيديو مدته 26 دقيقة ليطلع ويحكي ويسب هذا الطفل اللي عمره 13، وبالاخير هذا الطفل بيرد عليه برد فعلا جميل ومحترم. شوفوا شو رد عليه. قرأت بعض التعليقات عندي، لقيتهم بيحكوا لي ليش يا بلال ما ترد على طارق المحياس؟ عامل عنك حلقة وبيشتم فيك وبيشتم في أهلك وبيقول عنك داعش. ومن باب الفضول حبيت إني أشوف الحلقة، مع إني ما بحب أشوف حلقات العبيد. لقيت طارق عامل عني حلقة 26 دقيقة، مونتاج وتصوير ومكتب فخم ومغلب حاله الراجل. الحلقة كلها سب وشتم فيا وفي أهلي وتشويه، كله كذب في كذب. بدي أسمعكم كم من غلطة صغيرة للمؤدب طارق، اسمعوا. نتكلم عن اللي اسمه بلال عبد العال، بسميه بلبول لنعال. ما يصير هالكلام، بلبول يا حبيبي. وصار شيطان رجيم. هل فكرت لما تكبر يا فرخ داعش شو بتكون نهايتك او شو بيكون مصيرك؟ وراح يحطونها في مؤخرتك. انت نسفت نفسك بنفسك، والله يكون في عونك. راح تمنع من دخول كل الدول. ليش تتكلم؟ الله اكبر، يعني ممكن يخر البامبرز. انا لما اقول بلبول الكلام موجه لبابا، لعمه، لماما، لكنه كلب ابن 60 كلب. البراء النعال اسمه بشار النعال. والله لتفوه على حاكم قطر وعلى يبهته وعلى النيابه وعليك وعلى امك وعلى ابوك. الله يلعن امك وابوك يا بلبول. باختصار باي بلبول. طبعا الفيديو كله سب وشتم، وفيديوهات إلي مقطعها وحادف منها كلام لحتى يشوه صورتي، ولك ما عاش اللي يشوه صورتي. سامحني يا طارق، معيش وقت الآن أرد عليك لأني أنا مشغول وفي عندي حاجات أهم منك، لكن بوعدك في الأيام الجاية إن شاء الله أرد عليك بفيديو إليك فيه. وما تخافش، مش هشتمك ولا هشتم أهلك، لأنه بكفيك الشتايم اللي جاتلك من وراء هذا الفيديو. أنا الحمد لله تربيت على الأخلاق وأتعامل معاك بأخلاقي مش بأخلاقك. أنا بهنيك على هالأخلاق يا بلال، وبتمنى إنه ربي يحميك ويوفقك، لأنه مثل هيك عالم قليل بغض النظر شو عم يحكي وشو عم يقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا
أخي سامر، وبارك الله فيك على هذه الوقفة الطيبة. وإلى الذين يدافعون عني بفيديو أو بكلمة أو بتعليق، أشكركم من أعماق قلبي وأحبكم في الله.